في هذه الحلقة من سمكة التونة العنيدة، الفنان محمود الليثي لما حب امه تشوف له عروسه قال كل المواصفات اللي في الدنيا، بيضه وسمره وحلاوتها تسحر ملايين. ليه الدموع دي بس؟ المهم انه جه بعدها فتره وقال نكديه عناديه. فانا بقى بتحليل المتواضع اعتقد انه ما كانش داري الشطر الهرمونات وعرف البنات بتفكر ازاي. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. ما تحترم نفسك بقى وتتلم بقى شطفك كده في الاسانسير ده. خلينا نبتدي ونسأل، هل النبات فيه هرمونات؟ يا عم عماد قول له يخلص في الليله السوداء دي. في سنة 1913 جه عمك بويسن جونسون وعمل دراسة عن نبات، ولقى ان انتحاء ساق النبات ناحية الضوء بيرجع لان قمة النبات النامية للساق اللي هي منطقة الاستقبال يعني بتفرز مادة كيميائية اسمها اندول حمض الخليج، واللي بتتنقل الى مناطق مختلفة في النبات وتأثر عليها بالتنشيط او التثبيط. فمثلا في الساق بتبقى المادة دي زيادة في الجانب البعيد عن الضوء فتزود نموه، وبتبقى اقل في الجانب القريب للضوء يبطئ نموه، والاستجابة دي تؤدي الى انتحاء الساق تجاه الضوء. والهرمونات في النبات بنسميها الاوكسينات. الاوكسينات دي بقى بتنظم تتابع نمو الانسجه وتؤثر على النمو سواء بالتنشيط او التثبيط، اضافه الى انها بتتحكم في موعد تفتح الازهار وتساقط الاوراق ونضج الثمار. وطبعا بما ان الاوكسينات حلوه كده فالانسان استخدمها عشان يتحكم في اخضاع نمو النبات. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ تعالى بقى ندرس الهرمونات في الانسان. العلماء زمان كانوا بيدسوا بعض كده زي بتوع الراب بالظبط. You don't have the right to call yourself a West Coast gangster. العالم كلود برنار درس الكبد وقال ان السكر المدخر في الكبد هو الافراز الداخلي والعصاره الصفراويه هي الافراز الخارجي للكبد. وطبعا ده كلام مش مظبوط لانك عارف كويس ان الجلايكوجين ده عباره عن مخزون الجلوكوز في الكبد وعضلات الانسان، يعني الكبد يخزنه بس مش يصنعه. وبعد كده جه في سنه 1905 العالم ستارلينج وعمل دراسه على البنكرياس، فوجد ان البنكرياس بيفرز العصاره البنكرياسيه الهاضمه اول ما الطعام يوصل للاثنى عشر. فقعد يفكر ازاي البنكرياس بيعرف ان الاكل وصل الامعاء، لحد ما وجد ان في اتصال عصبي بين البنكرياس والاثنى عشر. قام قاطع الاتصال العصبي ده عشان يشوف هيحصل ايه. مفاجأة فوزي. لقى برضه انه بيفرز عصارته الهاضمه اول ما الغذاء بيوصل الامعاء. طب ازاي واحنا قاطعين كل الاعصاب؟ قعد عمك ستارلينج يدور لحد ما لقى ان الغشاء الداخلي المبطن بتاع الاثنى عشر بيفرز مواد كيميائيه في الدم وبتوصل عن طريق الدم للبنكرياس وتنبهه عشان يفرز عصارته البنكرياسيه. اما عمك ستارلينج سمى المواد الكيميائيه اللي بتخرج في الدم دي ايه؟ الهرمونات. استمر البحث بقى وعرفنا دلوقتي الهرمونات بشكل مفصل والغدد الصماء اللي بتفرزها كمان. ايه الكتاب ده يا جميل؟ ده كتاب الجراح الصغير. جهاز الغدد الصماء. الجهاز ده بيحتل المركز الثاني بعد الجهاز العصبي في التحكم في وظائف جسمك زي ما شرحنا من شويه. الغدد الصماء دي هي غدد لا قنويه بتصب افرازاتها من الهرمونات في الدم مباشره بكميات محدده علشان الهرمونات تؤدي وظيفتها على احسن حال، وبتتنقل الهرمونات عن طريق الدم لعضو اخر وتؤثر عليه. الهرمونات دي بقى يا صديقي عباره عن مواد كيميائيه عضويه، بعضها من البروتين المعقد والبعض الاخر من مركبات بسيطه زي الاحماض الامينيه وبعضها من الاسترويدات. طب كميه الهرمونات اللي بتفرزها الغده قد ايه؟ تفرز الهرمونات في الغده بكميات محدده قليله تقدر تقريبا بالمايكروجرام علشان تعمل وظيفتها بشكل كويس، لان الزياده او النقص في كميه الهرمون ده ممكن انه يسبب مرض. والهرمونات دي ضروريه جدا لحياه الانسان لانها بتحافظ على الاتزان الداخلي للجسم علشان خلايا جسمك تقوم بوظيفتها بشكل مثالي. كمان مهمه لنمو الجسم والنضج الجنسي والتمثيل الغذائي وسلوك الانسان ونموه العاطفي. والله ولا في دماغي اي حاجه. ركز بقى صديقي عشان هناخد انواع الغدد في جسم الانسان والهرمونات بتاعتها. قبل ما ناخد الغدد بالتفصيل خلينا نقسمهم لثلاث انواع. واحد الغدد القنويه، ودي افرازها خارجي وليها قنوات بتصب فيها يا اما داخل الجسم زي الغدد الهضميه يا اما خارج الجسم زي الغدد العرقيه. وبمناسبه الغدد العرقيه دي ايف ده ريحته وحشه، انت شامم. اتنين الغدد اللا قنويه او الصماء، ودي افرازها داخلي وليس لها قنوات خاصه وبتصب افرازاتها في الدم مباشره زي الغدد النخاميه والدرقيه والكظريه. ما تستعجلش هندرسهم ونعرفهم من بعض. اولا الغده النخاميه، ودي تعتبر سيده الغدد او المايسترو اللي بيتحكم في معظم غدد الجسم، ودي موجوده في اسفل المخ متصله بمنطقه تحت المهاد او الهايبوثالاموس، مقسومه لجزئين. الجزء الغدي وده بيتكون من فصين، الفص الامامي والاوسط، والجزء العصبي وده بيشمل الفص الخلفي والام او العنق العصبيه. نبتدي بالجزء الغدي وده بيفرز شويه هرمونات. اولا الجي اتش اللي بيتحكم في عمليات الايض وتصنيع البروتين، يعني ده اللي بيكبرك. وزي ما احنا
واحنا عارفين اي زياده او نقص في الهرمونات بيسبب مرض. ففي الاطفال مثلا لو نقص هرمون النمو بيسبب مرض القزامه، ولو زاد بيسبب مرض العملاقه. عملاق ولا مش عملاق؟ روح قول لهم ان انا عملاق. اما في الكبار بقى لو حصل زياده في هرمون النمو بيسبب مرض اسمه اكروميجالي. اكرو يعني اطراف وميجا يعني كبير. ادخل في الموضوع. اعراض المرض ده بتبقى ايه بقى؟ زياده نمو الاطراف البعيده زي الايدي والاقدام، وتضخم عظام الوجه. وطبعا اشهر مثال هو اشرف اللي في مسلسل الكبير. الجزء الغدي ده بيفرز برضه مجموعه من الهرمونات اللي بتاثر على مجموعه من الغدد، زي الهرمون المنبه للغده الدرقيه اللي هو التي اس اتش، ده اللي بيروح يحفزها على افراز هرمون الثايروكسين. كمان الهرمون المنبه لقشره الغده الكظريه اللي هو اي سي تي اتش، يحفزها برضه على افراز مجموعه من الهرمونات نعرفها بعدين. كمان الهرمون المنبه لافراز اللبن البرولاكتين اللي بيحفز انتاج اللبن في غدد الثديين اثناء الحمل. والهرمونات المنبهه للمناسل اللي هم الهرمون المنبه لتكوين الحويصله او الهرمون المحوصل FSH، وده في الانثى طبعا بيعمل على نمو الحويصلات في المبيض وتحويلها الى حويصله جراف، ودي اللي بيخرج منها البويضه اثناء فترات التبويض. اما في الذكر بيساعد على تكوين الانيبيبات المنويه واللي بيتكون جواها الا وهي الحيوانات المنويه. كمان اخو FSH هو الهرمون المصفر LH، وده في الانثى بيحفز التبويض يعني انفجار حويصلات جراف وخروج البويضات منها وبيكون الجسم الاصفر. اما في الذكر مسؤول عن تكوين الخلايا البينيه ويحفزها لانتاج هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون. سنعود بعد قليل. كده الجزء الغدي يكون انتهى، وفضل لنا الجزء العصبي ونخلص الغده النخاميه. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخرس بقى. الجزء العصبي ده يا عم هو حصاله بتخزن الهرمونات اللي بتطلع من الخلايا العصبيه الموجوده في الهايبوثالاموس. ما انت عارف بقى وانا قلت لك ان الهايبوثالاموس متصله بالجزء العصبي عن طريق الام او العنق، وهرمونات الجزء العصبي هم 2 بس. الاول واسمه الهرمون المضاد لاضرار البول ADH، ومن اسمه كده بيمنع اضرار البول، يعني بيحافظ لك على الميه في جسمك لو انت في الصيف مثلا او بتعرق كتير او تايه في الصحراء ومعكش ميه. عاوز اقول لك ان الاي دي اتش ده ليه اسم تاني الا وهو الفازوبريسين، وده بيعمل على انقباض الاوعيه الدمويه وبيزود ضغط الدم. التاني اسمه الاكسيتوسين، وده يا سيدي اللي بيساعد على الولاده، وده طلق الرحم يا جماعه، بيساعد على انقباض عضلات الرحم بقوه عشان تدفع الجنين للخارج وتحدث الولاده. وبعد الولاده بيزق اللبن ويدفعه للخارج عشان الواد يرضع. باجي وفي ايدي الرضعه عشان اغدي النونه. وبكده نكون خلصنا الغده النخاميه كامله. نشوفكم بقى في فيديو جديد وتكمله رحله الهرمونات سوا. سلام. بتلوك اكنك معفي اكن الضربه بتاعتي بعيده.